السلام عليكم. اهلا بحضراتكم في دبلومه البيم ستراكشر. في دبلومه البيم ستراكشر اولا احنا هنتعامل مع 3 برامج اساسيه، هو برنامج الريفت وبرنامج النافيس وورك وبرنامج الاي تابس. في الكورس ده يا باشمهندسين احنا هنتكلم على محتوى شامل عن الربط ما بين او التعامل ما بين تقنيه البيم عن طريق ان انا اقدر ان انا اعمل نمذجه على برنامج الريفت واربط ما بين الاقسام المختلفه واشوف التعارضات سواء عن طريق برنامج الريفت او عن طريق برنامج النافيس وورك، وكمان اقدر ان انا اتحرك واروح لمرحله التصميم الانشائي عن طريق برنامج الايتابس، وبعد كده ابدا ان انا اعمل اخراج للوحات، اخراج كامل للوحات عن طريق برنامج الريفت، بحيث اقدر ان انا يكون جميع المراحل اللي انا بشتغلها عن طريق برنامج الريفت وبرامج التصميم، وابدا ان انا اقلل شغلي بالكاد شويه علشان اقدر ان انا يكون عندي تحكم اكتر في المشروع بتاعي. الكورس بتاعنا عبارة عن رحلة عبارة عن 10 مستويات هنمر بيها مستوى مستوى. لو بنتكلم على محتوى المستويات، فأول مستوى هو مستوى الريفت اسينشال، هتلاقي موجود عندك، ده يعتبر هو محتوى الكورس بالكامل. اول ليفل هو ريفت اسينشال، بنتكلم فيه اولا كده على بدايه تسطيب، ازاي اقدر ان انا اسطب برنامج الريفت، اتكلم عن الليفلز، اتكلم عن الجريدز، ازاي اعمل نمذجه للاعمده، الكمرات، الحوائط، البلاطات، الاساسات وهكذا، ازاي كمان اعمل انوتيشن، اعدل اي عنصر موجود، واعمل كمان ازاي اظهر المنشأ بتاعي، وكمان ازاي اقدر ان انا اصدر اللوحات بتاعتي الى الكاد. ده اول ليفل. تاني ليفل برضو بنتكلم عن الريفت بس بطريقه ادفانسد شويه، بنتكلم فيه على نقطتين مهمين جدا. اول نقطه هي الفاميليز، ازاي اقدر ان انا اتعامل مع الفاميلي واعدل عليها، وازاي كمان اعمل انا فاميلي من الاول وجديد. تاني نقطه اتكلمنا عنها برضو في المستوى التاني وهو الرينفورسمنت، ازاي اقدر ان انا اعمل رينفورسمنت لاي عنصر داخل برنامج الريفت، سواء عن طريق ادوات الريفت الجاهزه، او عن طريق برنامج الريفت على طول، او عن طريق ان انا اسطب اداه زي نافييت، اقدر ان انا برضو من خلالها اقدر ان انا اعمل التسليح بتاعي. وكمان ازاي اقدر ان انا اعمل اشكال معينه للتسليح بحيث استخدمها معايا كمان في الاظهار اللوحات بعد كده. المستوى الثالث بنتكلم فيه عن مقدمه لنظام البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج، اقدر من خلالها افهم يعني ايه تقنيه البيم، وازاي اقدر ان انا اتعامل معاها، وهو الليفل اوف ديتيل اللي انا اقدر ان انا اشتغل بيه. المستوى الرابع بنتكلم فيه عن الاستراكشرال موديل، هنبدا بقى نشتغل على مشروع حقيقي. حضرتك هتستلم في المستوى الرابع، هتستلم مشروع معماري 3 دي على برنامج الريفت معماري، مطلوب من حضرتك انك تعمل النظام الانشائي. فنبدا بقى نمر بجميع المراحل، سواء من بدايه ان انا اقرا اللوحات المعماريه او اقرا النموذج المعماري، ابدا ان انا استورد بعض العناصر من النموذج المعماري اللي عندي في النموذج الانشائي، بعد كده ابدا اعمل الجريدز والليفلز، ابدا امسك دور ابدا ان انا اعمله بطريقه منظمه. ازاي اقدر انا اعمل الكاميرات بتاعتي بحيث اتاكد ان الكاميرات هتكون متداريه تحتها حوائط متداريه فيها، وكمان تكون شايله الحوائط اللي موجوده فيه. بالنسبه للمستوى الخامس وهو الاناليتيكال موديل، يا باشمهندس انا دلوقتي عملت النموذج الانشائي بتاعي ومحتاج ان انا اصدر لبرنامج الايتابس، لازم الاول اعمل حاجه اسمها اناليتيكال موديل داخل برنامج الريفت، اقدر ان انا احول من خلاله الاستراكشر موديل بتاعي ده الى نموذج تحليلي، اقدر ان انا اصدره الى برنامج الايتابس. فهو ده المحتوى بتاع ليفل 5. ليفل 6 بقى نيجي نتكلم على الاستراكشر ديزاين، هقدر ان انا احول الموديل بتاعي الاناليتيكال موديل ده، احوله لبرنامج الايتابس عشان ابدا عمليه التصميم. ابدا بقى اصمم، اول حاجه ابدا ان انا اشوف الديفاين بتاع الماتيريال والسكشنز، ابدا بعمل كمان السايزميك تشيكس، ابدا كده اصمم الاعمده والكمرات والبلاطات، وكمان اشوف التشيك اوف ديفليكشن، واصمم الاساسات والاسوار، وكل ده نبدا احنا نصممه. بعد كده في ليفل 7 نبدا نتكلم شويه عن الكوردينيشن. انا عندي النموذج المعماري او ال 3 دي موديل بتاع المعماري، وال 3 دي موديل مثلا بتاع الانشائي، ازاي داخل برنامج الريفت ابدا ان انا اركز شويه على الفيجوال تشيك، او ان انا اشوف كده على الموديل بتاعي، ابدا امشي نقطه نقطه عشان لو في اي مشكله ابدا ان انا الاحظها بعيني. برضو دي مهاره لازم ان احنا نتعلمها، ودي نتعلمها في ليفل 7. ليفل 8 بعد كده برضو نتطور شويه في الكوردينيشن، وان انا ادخل بقى على برنامج نافيس ورك مانج، وابدا ان انا اسطب، طبعا اتعلم ازاي ان انا اسطب البرنامج، وكمان اتعلم ايه هي الواجهه بتاعه برنامج النافيس وورك، ازاي اقدر ان انا اتحكم في السلكشن والفيزابيليتي، كمان اشوف الكلاش ديتكشن، ازاي اعمل كلاش ديتكشن ريبورت ما بين بعض الاقسام، وكمان ازاي اعمل تايم لاينر بالنسبه للنافيس وورك. بعد كده في ليفل 9 نبدا ان احنا نتكلم بقى على بيل اوف كوانتيتيز اند سكادولينج، ازاي اقدر اعمل جدول حصر كميات، ازاي اعمل جدول خاص بيه، جدول مثلا نماذج الاعمده، نماذج الكاميرات، نماذج الاعصاب، لو اعمل كمان نماذج الاساسات، كل الكلام ده ازاي اقدر ان انا اعمله بطريقه بسيطه. بعد كده في ليفل 10 نبدا بقى نخش على
تجهيز اللوحات، ازاي اعمل الاستراكشرال دروينج عن طريق برنامج الريفت. هنجهز اللوحات بتاعتنا، سواء بنتكلم عن اللوحات الخاصه بالبلانات او الاليفيشنز او القطاعات او كمان الجنرال نوتس، كل الكلام ده هنبدا ان احنا نجهزه علشان يبقى معانا مشروع كامل باذن الله. بعد كده نتكلم على، بعد كده احنا يعتبر كده خلصنا الكورس، بس في بعض الملفات المساعده. هتلاقي عندك مثلا برنامج النافس وورك، هتلاقيه موجود جوه الليفل بتاعك. برنامج الريفت هتلاقيه موجود هنا لو انت عايز انك تحمله وتسطبه. بعد كده كمان عندك هنا برنامج الايتابس، تقدر انك تسطبه وتشغله مفيش مشكله. بعد كده نقطه مهمه جدا وهي التاسك. احنا في الكورس اهتمينا جدا بموضوع التاسك. التاسك يا باشمهندسين، هتلاقي عندك هنا مجموعه من التاسكات، هتلاقي عباره عن 4 مشاريع. عندك هنا يا باشمهندس ريفت موديلز، عندك 4 مشاريع او 3 مشاريع، تقدر انك تشتغل على اي مشروع فيهم مطلوب منك تعمل له تصميم انشائي كامل عن طريق برنامج الريفت والايتابس. طيب هعمل فيهم ايه بالظبط يا باشمهندس؟ عندك هنا في تاسك محلول عباره عن 3 ملفات مطلوب منك تسلمهم. 3 ملفات مطلوب منك تسلمهم. اول ملف يا باشمهندس انك هتعمل ملف بسيط جدا في ال 3 دي موديل بتاع المشروع بتاعك، وكمان في عمل شكل تسليح لبعض العناصر بتاعتك، وسواء اعمده كاميرات اساسات. كمان تعمل لي ادي ال 3 دي موديل الانشائي. خلي بالك ان اول موديل ده كان بس مجرد موديل بسيط جدا انت بتعمله بمزاجك، انما ده عباره عن الموديل الانشائي بتاع النموذج اللي انت هتشتغل عليه، بتاع الريفت اللي انت هتشتغل عليه. وكمان تعمل لي النموذج ده تظهره لي على برنامج الايتابس وهو معمول له ران عشان لو في اي مشكله تبقى ظاهره. كمان تعرض لي كمان مجموعه من الجداول الخاصه بالحصر او نماذج العناصر. ده اول ملف مطلوب منك تسلمه. تاني ملف هو الاستراكشرال الكالكوليشن شيت، تعمل لي نوتة حسابيه كامله للمشروع اللي انت لحضرتك صممته، وعندك هنا نموذج تقدر انك تعتمد عليه. كمان تعمل لي اللوحات بتاعه المشروع، تعمل لي لوحات المشروع بالخرطوشه بتاعتك بكل حاجه تبدا عشان تسلم لي المشروع كامل. فمطلوب من كل مهندس يسلم لي ال3 ملفات دول، ملف الخاص بالتاسكات، ملف الخاص بالنوتة الحسابيه، وملف خاص بالاستراكشرال دروينج. هتلاقي عندك هنا في موضوع التاسك، هتلاقي عندك هنا ملف وورد جاهز لو انت حابب انك تشتغل عليه عشان تقدر تحط فيه الصور بتاعتك على طول. تحط هنا النموذج بتاعك 3 دي موديل، تحط اشكال التسليح، وتحط كمان الموديل الانشائي سواء على الريفت او على الايتابس، تبدا انك تعمل كل الكلام ده. كمان عندك يا باشمهندس اخر حاجه في الكورس هي الاونلاين ميتنج. بنعمل اونلاين ميتنج، هنعمل باذن الله اونلاين ميتنج اسبوعيا، وهتتسجل وهتتحط هنا في الفولدر الخاص بالاونلاين ميتنج عشان لو في اي حد عنده اي استفسار نبدا ان احنا نوضحه، وكمان نسجل كل الكلام ده عشان لو في اي مشكله تكون موجوده معاك باذن الله. شكرا، السلام عليكم.